لو معاك مكنة من دول يبقى لازم تشوف الفيديو ده. الهوجن 4، هوجن 250، تي في اس الاباتشي، والبجاج ال 200، وطبعا البجاج ال 180، واخر حاجة معانا التي في اس. افلام الحماية دي مش رفاهية، دي بتوفر عليك دهان كامل بعد كده، وكمان بتحمي مكانتك من الخدوش، أشعة الشمس، كمان البنزين اللي بيقع وانت بتفول، والاحتكاك اليومي. وهنا فيلم الحماية الصح يفضل يخلي مكانتك جديدة بعد سنة أو 3 سنين أو 5 سنين حسب الفيلم اللي حضرتك بتختاره. ودي طبعا أول حاجة بننصحك بيها، خصوصا لما تكون مكانتك لسه جديدة. وكمان فيلم الحماية بيدي لمعة لمكانتك زي ما انت ما شايف كده. لو عايز مكانتك تفضل كده اعمل فيلم الحماية بدري، وما تستخدمش مواد غسيل غلط، واهم حاجة تراعي التفاصيل الصغيرة، وطبعا تختار حد فاهم في شغله. هتشوف معانا 6 انواع مكن في الفيديو ده، كل مكنة هنا ليها شغل مختلف، بس كلهم اتجمعوا على حاجة واحدة بس، وهي الفخامة. وبكده هنا بقى احنا بنشطب السكرينه وبنقفل على اخر الاحراف. تعالوا نشوفها كده بقى بعد ما خلص. زي ما انت ما شايف التانك ركب عليه فيلم كله، زي ما انت ما شايف هو مش واضح كأنه ركب عليه حاجة خالص، بالعكس زاد لمعة معاك. واهم حاجة انه بقى عليه طبقة حماية بالكامل تحافظ عليها. هنا بقى هنخش على النوع التاني وهو الاباتشي. زي ما انت ما شايف كده المكنه كلها معمول فيها كام لقطه بسيطه، وده اللي انا كنت لسه بقول لكم عليه يا جماعه، ان كل مكنه ليها شغلها وليها تفاصيلها الخاصه بيها. هنا احنا عملنا للمكنه طبقه حمايه بالكامل، وكمان عملنا فيها كام لقطه البساط خالص دول، زي تحديد الجنود. دخلنا الفورجيت في معظم لقطات في المكنه كده، كام حاجة بساط تميز مكانتك بيهم وفي نفس الوقت تبقى هادية. هنا بقى هنخش على النوع الثالث وهي ال 250. زي ما انت ما شايف برضو عملنا لها طبقة حماية بالكامل، بس هنا بقى ميزنا الموضوع شوية بالليد الامبيانت اللي راكب فيها. وطبعا هي المكنة نازل فيها اللون الاساسي بتاعها اخضر، فاحنا ضفنا كام لمسة بالاخضر برضو عشان خاطر تكون المكنة كلها موحدة مع بعض. وطبعا الليد الابليكيشن مع الحساسات لقطة بسيطة خالص، بس بتميز المكنة جدا وبتنقل المكنة في حتة تانية خالص. اتفرج معايا كده على التفاصيل وركز في كل حاجة احنا بنعملها في المكنة اللي بتخلي مكانتك مميزة عن باقي المكن. لو ركزت بقى معايا تحت المكنة هتلاقي اللمبة الشعاع دي. اللمبة دي على قد ما هي بسيطة بس بتفرق جدا في المكنة، مع الجراية اللي راكبة ورا، مع الحساسات اللي راكبة في المكنة. شغل كهرباء بسيط بس يميز المكنة كلها. وهنا بقى دول مكانتين بجاج 180 عملنا لهم فيلم حماية بالكامل. طبعا المكانتين كانوا لسه جداد فما عملناش معاهم اي شغل تاني، هو فيلم الحماية راكب على المكنة كلها عشان يحافظ عليها من الخربشة من بهتان اللون. وزي ما انت شايف كده فيلم الحماية راكب ولا كأنه راكب على المكنة، بالعكس هو حافظ عليها. بس اللمسة هنا انه بيزيد المكنة لمعة معاك. استنى بقى معايا كده عشان هتشوف المكنة اللي كسرت الدنيا في اخر الفيديو. ولو حابب بقى تعمل مكانتك ابعت لنا او سيب كومنت بنوعها ونقول لك تعمل فيها ايه بالظبط. ودي بقى اللمعة النهائية اللي بتوصل لها مكانتك بعد تركيب فيلم الحماية بالكامل. المكنة بتكون على وضعها بس بتزيد معاك لمعة. نخش بقى على البجاج ال 200. هنا بقى الموضوع مختلف، عشان هنا مكنه بالكامل عملناها اسود مط، ومكنه بالكامل عملناها اسود لامع. وهنا بقى احنا عملنا لكم نوعين عشان اللي بيحب اللون المط موجود واللي بيحب اللون اللامع موجود. اتفرج بقى معايا على المكانتين دول كده وتعالى نشوف احنا عملنا فيهم ايه بالتفاصيل. هنا كده انت معاك وحشين، الناس اللي بتحب الاسود اللامع والناس اللي بتحب الاسود المط. طبعا المط ده مافيا يا جماعه. وهنا في المكنه دي عملنا تطعيمات باللون الاحمر عشان خاطر تظهر مع الاسود اللامع، وطبعا المط لون هادي فدخلنا عليه بالرصاصي عشان يكون هادي. وهنا النوع الاخير معانا التي في اس. هنا برضو احنا عدلنا الشرايط بتاعتها بالكامل، وكمان عملنا لها طبقة حماية كلها، وعملنا فيها كام لمسة بساط خالص، حاجة تميز المكنة وتكون هادية وتليق بصاحبها. زي ما انت ما شايف كده احنا عدلنا الشريط بتاع التي في اس بشريط جديد اسود في نيكل عشان خاطر يميز المكنة. وكمان اللقطة البسيطة اللي على الرفرة مع الاربع لمط بتوع الفليشرات غيرناهم باللون الابيض اللي انت شايفه ده، والجرايه اللي راكبه، واللقطه البسيطه اللي في علبه الجنزير، وطبعا مع تحديث العجل عشان يكون الموضوع كامل معاك. هنا بقى اي حد يغير لون،
لكن مش اي حد يطلع مكنة بالشكل ده.